شيخ تقول حكم المسح على الجوربين المسافر والمقيم. مسح على الجوربين في خلاف بين أهل العلم، من العلماء يجوزه ومنهم من يمنعه. علماء المالكية لا يجوزونه، وإنما يجوزون المسح على الخف المصنوع من الجلد لا من الجورب المصنوع من القطن أو نحو ذلك. ومن العلم من يجوز، منهم الحنابلة يجوزون، والشافعية يجوزون بشروط، يعني يكون منعلا ملبوس لبس مع نعل أو مجلد وكذا. لكن في المسألة مسألة خلافية، فمن أراد أن يمسح ويقلد بعض المذاهب التي تجوز فهو ذلك. والحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة هو في المسح على الخف، على الخف وليس على الجورب. وكل لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجورب فهو ضعيف. الفاظ الحديث اللي فيها المسح على الجورب المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، والذي صح هو وروده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على التساخين وعلى الجورب ولا كذا. لكن المسح على الجورب في حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم كلها حديث اللي وارده فيه كلها ضعيفة. لكن من مسح وأراد أن يقلد بعض المذاهب مثل الإمام أحمد وغيره فله ذلك، وإذا أراد أن يقلد فله أن يمسح في السفر وفي الحضر، لا فرق. المسح على الخف وعلى الجورب يجوز في السفر ويجوز في الحضر. المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة فقط، ثم بعد ذلك يخلع ويتوضأ بشرط أن يلبس على طهارة. جزاك الله خير شيخنا.